يا مساء الفل عليكم متابعين مسلسل إلي في الحلقة 376. بتبدأ الحلقة وهي فريدة طبعا من القسم التاني. شفنا القسم الأولاني كنت حطاه لكم على القناة التانية. بتبدأ حلقتنا دي وهي فريدة راحت على المستشفى لما مراد كلمها قلقانة جدا وعمالة تبكي على ملك. وهنا سليم بيحاول ان هو يواسي كنان على اللي حصل وبيقول له ارجوك يا اخي تماسك وكده. فبيكلمه برضه عمال يحكي له شويه، بيقول له كان يجب ان اعلم يا سليم، كان يجب ان اعلم ان ده هيحصل. ما كانش ينفع ان انا اخدها هناك عند ارزو، ما كانش ينفع ان انا اخدها معايا نهائي هناك عندهم. كنت لازم اكون عارف ان هيحصل فينا كده من الاول. بيقول له لقد فعلت ما يجب فعله باحضارها هنا يا اخي. وبيقول له كمان لو حصل لبالك اي مكروه انا مش هسامح نفسي ومش هسكت لهم. لو حصل لها اي حاجه انا هحاسبهم على فعلتهم هذه. هنا بقى الدكتور طلع وبدأ اللي هم يسألوه عن ملك. فبيقول يجب أن أخبركم بوضوح هي حالتها خطر جدا جدا. وبيقول لهم كمان احنا عملنا اللي علينا وادعوا لها، هي لسه ما فاقتش طبعا. وهنحطها في العناية المشددة، لقد أصيبت بنزيف فوق الجافية بسبب الضربة. بيقول لك انا هل تذكر اما اخبرتك قبل العمليه؟ قال له اه. قال له قلت لي النزيف في الدماغ، فبتقول السيده عليا امان يا ربي. قال له نعم مع الاسف نزيف في الدماغ وكان صعب جدا. يوجد غشاء يغلف الدماغ يدعى بالأم الجافية. الشرايين التي توجد على هذا الغشاء قد تمزقت، تتمزق بسبب كسور في الجمجمة حصل بسبب الصدمة القوية اللي هي وقعتها. هذا ما حصل للمريضة، والنزيف الذي حصل تجمع بين عظمة الجمجمة الأم الجافية. واحنا حاولنا ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نشيل النزيف ده نعينه يعني وكده، لاننا يجب ان نعالج الاوعية المتمزقة بسرعة جدا، لكن النزيف كان كبير ولذلك كانت العملية صعبة جدا. هنا بقى زينب انهارت خالص من الكلام اللي هي سمعته وقعدت تبكي وتقول اختي ملك. فكلال بيقول له حسنا كيف وضعها الان؟ قال له سنأخذ المريضة الى وحدة العناية المشددة، وضعها ما زال حرجا مع الاسف، ولازم اخبركم بكل حاجة عنها. فبيقول له كلال هل نستطيع رؤيتها؟ قال له مع الاسف ما زالت نايمه يعني لسه ما استيقظتش خالص. فهلا بتقول احفظها لنا يا ربي احفظها لنا، والسيده عليا برضو عماله تقول احفظها لنا يا ربي. وطولاي وكلهم قاعدين يدعوا لها. طولاي بتقول لها صديقتي الجميله لقد تحملت الكثير لا تستسلمي ارجوكي. وبرضه مراد منهار خالص وفريدة وكلهم. هنا بقى نجدت بيتصل بالرجل بتاعه اللي هو حطه هناك قدام المستشفى يعني علشان يعرف له الأخبار عن ملك وكده. فبيقول له للأسف الدكتور طلع وأخبر أهل المريضة إن حالتها حرجة جدا وما زالت في العناية المشددة، وقعد يقول له يعني الأخبار اللي قالها الدكتور وكده. قال له حسنا خليك عندك وقول لي ايه اللي هيحصل تاني. وبيقول منك يا أرز لم يلقصني إلا هذا الآن، وعمال يدعي عليها وكده. وهنا بقى زينب دخلت علشان تشوف ملك، بتقول لها اختي العزيزة اعلم انك تسمعينني، لقد جئت اليك، لا تذهبي يا اختي ارجوكي، فانا محتاجاكي انا واليف، ارجوكي لا تذهبي. وعمالة تبكي طبعا ملك فاقدة الوعي، بس هي على يقين ان هي سامعاها وكده. لا تتركيني انا واليف لوحدنا، اسمعي ان اليف حية تعيش في مكان ما وتتنفس، وانت يجب ان انت تستحملي لحد ما ترجع لنا اليف، وانت ايضا ستعيشين. وقاعده بقى بتكلمها وكده. وبعد كده طبعا مفيش اي ردة فعل من ملك، فقعدت تبكي زينب وتقول هيا استيقظي يا اختي، هيا افتحي عينيكي. وقعدت ان هي برضو بتكلمها ما يئستش ابدا، بتقول لها ارجوك يا اختي افتحي عينيكي، هذه المرة لن يربح السيئون، قصدها على ارزو يعني هي اللي سيئة، وكل مرة كانت بتربح عليهم من ايام ما كانت بتأذي اليف وبتقعد تخطفها والكلام ده كله. فبتقول لها ستقول لي انهضي يا اختي لقد حضرت امي لنا الفطار. يعني بتحكي لها لما اليف هترجع ايه اللي هيحصل وكده، وبتحاول ان هي تخليها تعيش اللحظة او تعيش الجو ده علشان تقدر تقاوم. هنا بقى اركوت رايح عند نجدت بيقول له وصلتها؟ قال له وصلتها. قال له هل عارضتك؟ قال له نعم قاومت قليلا ولكن لم تكن تريد الدخول في البداية، ولكن اقنعتها ان هي تدخل. فبيقول له فتاة حمقاء لم تجلب لي حتى الآن غير المصائب. بيقول له أركوت طبعا أشتكي، هل المعقول أن لا يفعل؟ بيقول له يعني هو كنان اشتكى وكده؟ قال له طبعا اشتكى، يعني هو معقول مش هيشتكي؟ فبيقول جوم هنا الشرطة وأنكرت كل حاجة، وبعد كده هم مشيوا. فبيقول كويس ان احنا مشيناها، لو جت الشرطة واخدت ارزو كانت المرة دي مش هعرف اطلعها ابدا من السجن، ولا حد كان هيعرف يخرجها. لان المرة دي احنا في وضع حرج جدا. لم يفهم عقلها ان لازم اليف وملك لازم يبقوا على قيد الحياة، عشان كده هما هينفعونا اكتر، وهي مش عايزة تفهم ده. هل يعقل؟ بيقول له اننا نبحث بكل طاقتنا. لما بيسألوا على سردار
قال له أركوت لقد وثقت بك، فإنني أعرفك رجلا أستطيع الاعتماد عليه. فقال له بالتأكيد يا سيد نجدة لا تقلق، لن يطول الأمر كثيرا، وعن إذنك. طبعا مرضاش طبعا إن هو يقول له إنه قبل كده أصلا هو شاف أركوت، هو شاف سردار، ولكن إيه غطى عليه كده. هنا بقى جونجا خرجت من اوضتها وكانت بتدور على أركوت، ولحسن الحظ لقيته في وشها، فأخدته الغرفة وقالت له أنا عايزاك ضروري، هيا ادخل. ودخل الغرفة، بدأت تقول له أرجوك يجب عليك أن تساعدني. قال لها لقد ساعدتك بما فيه الكفاية يا جونجا، وما تعتمديش عليا تاني. وجاي يخرج قالت له أرجوك يا أرجوك توقف أرجوك. قال لها بتقول له اسمع، قال لي لا أريد منك شيئا كثيرا. قالت له فقط أريد هاتفا. قال لها لماذا؟ لكي تتصل بذلك الرجل. بتقول له أرجوك مكالمة قصيرة جدا يا أرجوك، أرجوك أتوسل إليك. قال لها انك تركين بنا كلنا الى الخطر، يعني هتودينا كلنا في داهيه بمعنى اصح. فقالت له والله مش هقول ابدا، ليس هنالك. يقول لها اساسا اني اواجه رجال البحث باماكن خاطئه، يعني هو الرجال بتاع نجدة هو بيوجههم ان هم يروحوا يدوروا على سردار، بس بيديهم اماكن غلط علشان ما يوصلوش لسردار، علشان هو عايز يساعده هو وجونجا. اخدت التليفون واتصلت بسردار بالشكل ده وبتقول له يعني اطمنوا على بعض كده واتفقوا. بتقول له بتأكد عليه بكره هقابلك في المكان اللي احنا اتفقنا عليه في حي بيكوز. فقال لها مش مصدق، انت كانت تتكلمي بجد؟ يعني انت هتقدري تخرجي بكره؟ قالت له اه ان شاء الله انا هاجي بكره. واكدت عليه كمان يجيب لها الفلوس، قالت له ما تنساش تجيب الفلوس غدا. فبيقول لها، قالت له انا يجب ان اغلق بعد قليل، يعني عايزين نقفل بسرعه. فبتقول له بتقول له سردار كن حذرا عند مجيئك ولا تنسى احضار النقود. قال لها حسنا ساذهب اليوم واحضرهم وسابقى في فندق اخر بعدها. هو بقى طبعا مش هيلحق يعمل ده كله، فودعوا بعض بالشكل ده. ودخل أركوت اهو بيقول لها خلصت المكالمة؟ قالت له خلصت، وعطيته التليفون. وقالت له قبل ما يخرج يا أركوت عندي منك طلب كمان. فقال لها ما الذي يوجد يا جونجا؟ قالت له أريد منك شيئا أخير، ماذا تريد بيقول لها ماذا تريدين مني بعد كده؟ قالت له آخر طلب أرجوك ستتخلص مني تماما. قال لها عن ماذا تتكلمين؟ قالت له أريد منك مساعدتي غدا عندما سأخرج من هذا المنزل. قال لها ماذا؟ هل جننتي يا جونجا؟ انت يعني اتجننتي؟ هتخرجي من هنا ازاي؟ هنا بقى زينب بعد ما خرجت من عند ملك وقاعدة بتحكي لهم ان هي ما استجابتش ليها، بتقول كأنها ليست نفسها. لا هنا تولي بتقول لها لا تبكي عزيزتي. قالت لها عندما رأيتها كذا ساكنة بلا حركة صعبت عليا جدا، يجب عليها أن تقاوم لأجل إليف. وعمالة تبكي وتحكي لهم. فهنا بتقول علي خانم اسمع دعائنا يا الله، وعمالين يدعوا الملك. هنا تولي بتقول لها عزيزتي ملك عزيزتي زينب، ملك أكيد ستتغلب على هذا الأمر من أجل أن لا تترك المزرعة وإليف، وكلنا يعني كلنا بنحبها وكده. وهنا برضو سليم بيقول لهم سأحضر شيئا نشربه. هنا بقى بيلين هي وفرايا قاعدين بيتكلموا، طبعا بيخططوا لسليم. واتصلت بيه زي ما احنا شايفين، بتقول له رأيت كوراي وخفت كثيرا، واتصلت بيك عشان كنت خايفة ومش عارفة ايه. قال لها لا توجد مشكلة أليس كذلك؟ قالت له لا ما فيش مشكلة ما تقلقش. قال لها حسنا ما لحقتش تكمل، قال لها حسنا يجب أن أغلق الآن وداعا، وقفل في وشها. بتقول لها فرايا ماذا حصل يا ابنتي؟ قالت لها لا يوجد شيء لا أخبرك به، لقد أغلق في وجهي. قالت لها سليم لا يفعل شيئا كهذا. قالت لها فعلا رأينا لقد تجاهلني بوضوح، حتى قلت له كوراي ومش كوراي وبرضه منفعش معاه وقفل في وشي. فقالت لها ماذا كنت تظنين يا بيلو؟ هل تظنين أنه سيقول لك أحبك؟ فبتقول لفرايا ما الذي يوجد يا فرايا؟ ستأتي الأيام وهيقول لي كده يوما ما. فبتقول لها فرايا لقد بدأت أن تخيفي. هنا جونجا خلاص بدأت إن هي بتلم هدومها، بس أثناء ما هي بتلم الهدوم جالها نجدة ويخبط على الباب. ولما دخل فتح الباب يعني، فلقاها كانت مميلة على الأرض بتقفل الباب بتاع الحمام اللي خبت فيه شنطة الهدوم. قال لها ما الذي رأيته هذا؟ هي فكرت انه شاف الهدوم، بس هو بيزعلها عشان انحنت على الأرض. بيقول لها لا يجب أن تنحني هكذا عشان الطفل اللي في بطنك، لماذا لا تسمعين كلامي؟ وعمل نفسه ان هو زعلان. ماذا إن حصل شيء لطفلنا؟ مش هينفع ان انت كده، لازم تاخدي بالك. بتقوله لقد سقط حلقي في الأرض وميلت عشان أجيبه وكده. قال لها إن سقط ليبقى في الأرض ونجيب غيره مفيش مشكلة، ولكن ما تنحنيش تاني في الأرض أبدا.
هو بيقول لها لو شفتك كده تاني هنتخاصم ومش عارفه ايه وشويه دلع بقى من الكلام بتاعه. هنا سردار خرج من البيت واخذ النقود وبيقول هيا يا جورج اخرجي وتعالي، ومتحمس جدا. بعد بيقول بقي القليل جدا لننجو من هذا المستنقع. هنا كنان دخل عند ملك وبرضه بيكلمها وهي مستلقية، بيقول لها إياك أن تستسلمي، أعدك أننا سنجد إليف. لم نفقد أملنا حتى في أصعب اللحظات. وقاعد بيقول لها أرجوك لا تفقدي أملك أنت أيضا يا ملك. اقتربنا كثيرا من العثور على ابنتنا إليف، بحاجة إلينا كثيرا لا تتركيها. وأنا أيضا برضو بحاجة إليكي، والمزرعة كلها بحاجة إليكي، لا تتركينا، جميعنا بحاجة إليكي يا ملك. وقاعد بيكلمها ومرة واحدة لقي الأجهزة كلها عمالة تزمر وتدي أصوات وإشارات غريبة، فبدأ بالقلق وبدأ يقول ملك هل أنت بخير؟ ماذا يحدث لك؟ يا الله يا الله احميها يا الله. وقعد يصرخ ويقول ملك، وقعد ينادي الأطباء والدكاترة بيقول لهم لا أعرف. بدأ الجهاز بالتصفير الغريب ده. طبعا خرجوه بره وبدأوا ان هم يعملوا لها جلسات كده، اللي هي بتاع الكهرباء اللي هي على القلب دي، وبدأوا يعملوا لها الإسعافات اللازمة علشان هي خلاص كانت رايحة في غيبوبة خالص. بدأوا ان هم كلهم قلقين جدا وبيصبروا بعض. وهنا الدكتور خايف جدا عليها، بيقول لها للممرضة هنا بقى ملك أثناء ما هي نايمة أصلا وكلهم خايفين عليها، هي بتحلم حلم ان هي شايفة إليف وهي في المستشفى، وإليف عمالة تنادي عليها وتقول لها أمي أمي. وبتخلص حلقتنا دي على كده. هنا طبعا الملك خلاص التقت بابنتها إليف، ده كان في الحلم. وأول ما التقت بيها وشافتها ومسكت إيديها خلاص هي فاقت من الغيبوبة اللي كانت هتروح فيها. بتخلص الحلقة دي على كده، واستنوا الحلقة الجاية 377 هنزلها لكم برضو على القناتين، هسيبها لكم على جزئين كالعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.